من تولاه عصمه، ومن تحداه قسمه، ومن طلب هداه هداه، ومن طلب حماه حماه. سبحان من يعلم عدد قطرة الأمطار وعدد ورق الأشجار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان فكرمه، وخلق النحل ففهمه، وأرسل الحبيب محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعظمه. نادى عليه وقال يا حبيبي عبادي خلق ضعيف وأنت نبي شريف، فوعزتي وجلالي لا أضيع عنا حق الضعيف، ما بين القوي وما بين الشريف. وعزتي وجلالي لأقسمن يوم القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم صلاة وسلاما عليك حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، صلاة وسلاما على من سبح الحصى في يداه، صلاة وسلاما على من انحنى جذع الشجرة حينما رآه، صلاة وسلاما على خير من وضعت على الأرض قدماه. فإن شئت أن تسأل عن رسول الله سل الفجر وضحاه، وسل جذع الشجرة حينما رآه، كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. الجمع الطيب الكريم المبارك مع النصف الثاني من هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة فقيدة عائلات أبو داود الأكرمين، والدة الحاج حمادة صابر داود، حاج شعبان صابر داود، والمرحوم الحاج عادل أبو داود، وشقيقة معالي المهندس خيري أبو داود، حاج محمد والحاج خالد، حاج عبد الفتاح داود، وحرم عم الحاج رجب أبو صابر سفير الواجب بالسويس، والتي أسأل رب العرش العظيم أن يغفر لها ذنوبها وأن يستر عيوبها. اللهم كما سترتها فوق الأرض فاسترها تحت الأرض ويوم العرض عليه. آمين آمين يا رب العالمين. فهيا نحلق في سماء القرآن الكريم دستور الله في الأرض. وأرى خلفي قد صعد إلى منصة التلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة الشرقية وسفيرا من سفراء دولة التلاوة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، الذي شرف جمهورية مصر العربية في بعض المحافل الدولية، ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور ثروت أسعد أبو الجدايل. أدعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله بسم
وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو
وعن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. صلى الله عليه وسلم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. يا رب سبحان الله. يا رب مستورك. اللهم امين يا رب. خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
الله عليه وسلم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي بربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي قل إنما أتبع ما يوحى إلي بربي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله فاتقوا ويسبحونه وله
يا رب. صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. من هنا ومن دوار آل داود الأكرمين أصحاب الفضل والأدب والكرم والجود كما هو معهود، الكبار لا يأتون إلا بالكبار. جمع طيب الكريم المبارك قد من الله علينا بما هو خير، ألا وهو القرآن الكريم دستور الله في الأرض، الذي تلاه على مسامع حضراتكم سفيرا من سفراء دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي، قارئا أعطاه الله مزمارا من مزامير آل داود تلاوة وأحكام وتجويد. ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور ثروت السعد أبو الجدايل، قارئ ابن القارئ. نعم، رحم الله والده التي أسرى مكتبة إذاعة القرآن الكريم المرحوم الشيخ السعد أبو الجدايل رحمة الله عليه. نقلناها على مسامع حضراتكم عبر أسير إذاعتنا العاملة والمحلية وتقنية الصوت الحديثة، الإنارة ومخازن الفراشة الكبرى، متنقلة عبر محافظات الجمهورية لدائم الإبداع
والتميز في الخدمات لجميع المناسبات، وصاحب مخازن الفراشة الكبرى والمقيم بقرية شلشلمون تابعة لمركز ومدينة بني القمح، ألا وهو حاج عبد الصادق البقري وأولاده. خدمة فندقية مميزة، واجب الضيافة دارة المعلم سامي أبو سعد وأولاده. جمع الطيب الكريم المبارك، الرجال لا يأتون إلا إلى الرجال، ولا يعرف الفضل إلا ذاويه. فنيابة عن عموم عائلة أبو داود الأكرمين، وباسم كل من حاج حمادة صابر داود، حاج شعبان صابر داود، والمرحوم الحاج عادل صابر أبو داود، وباسم كل من معالي المهندس خيري أبو داود، حاج محمد، حاج خالد، حاج عبد الفتاح أبو داود، وباسم عم الحاج رجب أبو صابر سفير الواجب بمحافظة السويس، والتي دائما ما يستضيفنا هناك. باسمهم جميعا برقية شكر وتقدير إلى كل من أتى إلى هنا مؤديا واجب العزاء في الأم الراحلة الكريمة، الجمع الطيب الكريم المبارك. شكر الله مسعاكم ورحم الله موتاكم، ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم.